السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية فيديو جديد، أهلا بكم في قناتي، قناة بيتك أجمل مع مروة. الفيديو بتاع النهاردة يا بنات روتين كده بدأته معاكم من الصبح. أول حاجة كده عملتها يا بنات، دخلت كده على أوضة النوم أو أوضة ابني، يعني قلت إن أنا هروجها الأول. الملاية كانت عايزة تتغير فشلتها كده، وبدأت إن أنا أنفض السرير بتاعي وأنفض الشباك وألمح كده الكومودينو والمكتب والجزامة. وبعد كده هبدأ ان انا افرش كده ملاية نظيفة يعني. بصوا انا تقريبا يعني كده كل يوم 200 بالظبط بغير الملايات بتاعة السرير. جو حر بصراحة وعشان خاطر الملايات يعني في الصيف ما ينفعش تقعد اكتر من مثلا من يومين على السرير. اكتر من يومين هتلاقيها حر وزهق بقى وعرق والكلام ده كله. وكمان بما ان مثلا ان الاوضه ديت ما فيهاش تكييف، ف يعني عايزه كل شويه ان انت تغير الملايه بتاعتها وكده. خلاص كده شلت الملايه بتاعته، وبدات كده ان انا قلت ايه انفض الشباك الاول، وبعد كده ابدا ان انا افرش الملايه كده عشان افرشها على النظافه. الجو بصراحه حر 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 حر، يعني مش قادره اوصف لكم كميه الحر اللي عندي في الشقه عندي. بصوا رهيبه بجد والله العظيم. الله يكون في عون الناس اللي بتشتغل في الغيطان والاماكن اللي هي اللي منها اللي متعرضه منها للشمس كده على طول مباشر. فبجد والله الله يكون في عونهم، ربنا فعلا يرزقهم ويوسع رزقهم يا رب، ويرزقهم برزق حلال طيب كده واسع، اللهم امين يا رب العالمين. لما الواحد انا لما عن نفسي لما اقف شويه في المطبخ إيه، او اجي يعني اشتغل اعمل اي حاجه عندي في الشقه بتاعتي، إيه، يعني ببقى خلاص هموت بسيح كده زي الزبده. بقول امال الناس بقى اللي بتشتغل كده في الشمس ومتعرضه للشمس بتكون عامله ازاي؟ يعني الله يكون في عونهم بصراحه. فالواحد بصراحه امتى والصيف يخلص؟ انا مش من الناس اللي بتحب الصيف يعني، الحمد لله. يمكن انا بحب الشتاء اكتر. الشتاء مريحه في كل حاجه، كل حاجه مريحه في الشتاء. الواحد بيقوم يشتغل ويقضي اول ما ايوه الواحد بيبقى يكون تحت البطانيه بيكون بردان، بس اول ما بيقوم كده ويشتغل ويتحرك بيلاقي جسمه خلاص سخن وبيعرف يتعامل ويعيش اليوم عادي. لكن بصراحة الصيف ما ملوش دوا خالص يعني، ملوش دوا خالص يعني ملوش دوا. كمان الشقة بتاعتي هنا ما فوقهاش السطح بتاعها فاضي كده، مش يعني مش مبني فوقيه ولا كده ولا حاجة. فعشان كده عندي الجو ما ينطقش بصراحة. يعني انا نفسي في يعني في الصيف الاقي مكان اقعد فيه غير الشقة دي بصراحة يعني. بس اهو هنقول الحمد لله على كل حال. خلاص كده يا بنات ظبطت كده، فرشت الملاية النظيفة ومسحت كده الشاشة وشاشة الكمبيوتر والمكتب وجزامة يعني. وبدأت كده ان انا اكنس الارض كده عشان همسحها. هي الأوضة دي بصراحة بتتبهدل بسرعة عشان خاطر احنا شبه عايشين فيها يعني، والشباك بتاعها مفتوح على طول، مفتوح الليل كله، والمراوح برضو شغالة. بس طبعا التراب حاجة وحشة يعني تراب كتير داخل عندي. وبنضف كل يوم بلمع الترابيزات واكنس وبصوا لا التراب كتير بصراحة عشان الدنيا مفتحة. عشان كده بقول لكم الشتاء احسن ليه، لان انا في الشتاء مش بفتح غير شوية الصبح، اللي هو اهوي البيت او اهوي الشقه بتاعته وخلاص، بعد كده بقفل الدنيا. فبلاقي الدنيا عندي نظيفه يعني ممكن تقعد بالثلاث ايام كده يعني المكان ماسك نفسه مشدود كده وشكله نظيف وحلو. لكن الصيف بصراحه عشان بفتح على طول يعني النهار، يعني الليل كله الشبابيك كلها مفتحه بتاعه الشقه، وفي النهار كده مثلا نقول لحد الصبح كده لحد مثلا الساعه 8 او 9 الصبح. فالمكان بصراحة بيعبوا تراب جامد. وترابيزات مهما امسحها، بس كل ما امسحها والله زي ما يكون ايه بمسحها وحد بيجي من ورايا بعدين يعني انا امسحها واطلع لبره كده وحد يجي من بعديها ايه يرش عليها تراب. مش عارفة، ده اللي انا حاساه يعني زي ما يكون حد مستقصدني. المهم خلاص ظبطت الأوضة كده وروقتها، طلعت كده على الصالة. قلت ان انا ايه
اشد كده البيضات بتاعتها. طبعا الصلاة برضو احنا قاعدين فيها بناكل وبنشرب فيها فبرضو بتكون متبهدلة شوية شويتين 3 يعني. المهم سويت البياضات كده وحطيت ومسحت الترابيزة بتاعتي وطلعتها كده، رفعتها كده على الكنبة، وجبت كده الجردل والشرشبة، وقلت ان انا ايه همسح الأوضة والصالة. بصوا قلت ما رضيتش امسح الاوضه الاول بصراحه، بعد ما نضفتها او بعد ما فرشت الملايه وكنستها ولمحت كده الحاجات اللي هي الترابيزات جزمة يعني والمكتب. قلت لا هطلع على الصاله اكنسها بالمره واروجها كده ويعني وافرد البياضات بتاعتها، وبعد كده امسح كله مع بعضي. جبت هنا كده الجردل والشرشوبة وولقت كده وحطيت شوية كده من المعطر كده في المية بتاعة المسيح او في جردل المسيح، وبدأت ان انا كده ايه امسح. بس هي بصراحة انا كنت بمسح بايدي وماسكة التليفون بايد، بس طبعا فصلت التليفون ومسحت الارض حلو يعني عشان الارض تكون نظيفة معايا. انا هنا انا بمسح يمكن يوميا. كمان انا لولا عندي حاجات كده محتفر على الارض على طول، زي مثلا الجزامة الديفريزر على الأرض على طول كده مفيش تحتيه حاجة ارفعها عن الأرض، فكنت كنت كبيت مية وشدتها كده بالمساحة والكلام ده ونعنشت الدنيا. بس بصراحة بخاف المية تدخل تحت الديفريزر وكمان الديفريزر تقيل، فصعب شوية في ان انا اشده وافضل، وبعد كده ابدا ان انا ارجعه مكانه والكلام ده كله. فانا بستسهل حته ان انا اجيب الشرشوبه بتاعتي وامسح بالشرشوبه اللي هو المسح العادي. لو عليا عايزه اجيب خرطوم، مش ميه شويه ميه واكبهم في الارض، لا ده انا عايزه اجيب خرطوم كده وفي الحيطان والارض وكله عشان الدنيا تهدى شويه والسخونه دي تروح. بس يلا الحمد لله. المهم خلصت الدنيا بتاعتي كده بره ودخلت كده على المطبخ عشان اعمل الغدا. هعمل بسلة باللحمة وهعمل كمان رز حبة وحبة. إيه، طبعا اليوم كان طويل جدا يعني، وكان في حاجات كتير عايزة تتعمل، بس الحمد لله يعني انا خلصت الشقة عندي. يعني كده كان على الظهر، وبعد كده دخلت على المطبخ. بدأت ان انا اعمل كده الغدا على طول. طبعا هنا كنت حاطه اللحمه بتتسلق، وبعد كده رحت جبت كده حله حطيت فيها شويه زيت وحطيت فرمت كده بصلايه وحمرت البصلايه بتاعتي، ونزلت كده بكيس الصلصه. بص الطماطم في البيت يا بنات بتنفع ومريحه، يعني انت لو عندك مساحه في الفريزر بتاعك وفي ايام بتكون الطماطم بتكون رخيصه في السوق، تجيب شويه طماطم متخزنين بصراحه بتنفع يعني بتنفع. انا طول ما انا عندي صلصه بحس ان انا مرتاحه، بحس ان انا عندي حاجات كتيره ليه بتسهل عليا. ممكن بطبخه زي كده بسرعه، اللي هو ايه بصلايه بفرمها وحمرها وكيس الصلصه عليها. مثلا هطبخ بسله باميه بطاطس اي حاجه يعني. هعمل صينيه بطاطس نفس الموضوع، هعمل كشري عند الصلصه بتاعتي، هعمل مكرونه مثلا يوم كده مثلا بطاطس محمره ومكرونه بالصلصه برضو بتكون حلوة يعني. بصراحة بتريح وبتوفر عليك وقت ومجهود ان انت لسه تطلع طماطم تضربه في الخلاط والكلام ده كله. لا هي بتكون جاهزة بتطلع الكيس مفيش في الحر ده في أو ربع ساعة كده على الرخام عقبال ما تقطع البصلة وتغسليها، وبعد كده تفرميها تكون كيس الصلصة بتاعك ايه فك معاكي. خلاص هنا كده يا بنات بعد ما الصلصة بتاعتي محطتها كده على البصلة وحطيت التسبيكة بتاعتها، زودتها كده شوية شوربة، وكانت اللحمة خلاص 3/4 سوا. خدت اللحمة من الشوربة نزلت بيها في الصلصة وسبتها كده غلت شوية مع اللحمة مع في الصلصة. وبعد كده جبت كده كيس البسلة برضو البسلة انا مخزناها. فضيت كده كيس البسلة على اللحمة وهبدأ ان انا اغطي عليهم كده واسيبهم شوية. بعد كده هنزل بالبطاطس، مش ما بنحطش البطاطس مع البسلة مع بعضهم على طول، عشان البسلة بتاخد شوية سوا عن البطاطس يعني بتستوي بسرعة، لكن البسلة بتاخد وقت ايه شوية. فاحنا بنخلي البسلة تغلي شوية في الصلصة وبعد كده بنضيف البطاطس. لكن لو هتحطي الجزر تحطيه مع البسلة على طول في وقتها، في وقت اللي انت هتنزلي فيه البسلة تنزلي معاها كده ايه الجزر.
بس احنا ما بنحبش الجزر بصراحة مع البسلة خالص، احنا بنستكفى كده بنقطع كده حبتين بطاطس قطع صغيرة وخلاص على كده. وادي كده يا بنات كمان الرز، كنت عاملة رز حبة وحبة زي ما انتم ما شايفين كده. وادي كده البسلة بتاعتي، وادي اللحمة. طبعا اللحمة بطلعها كده بعددنا، يعني كل واحد قطعة. بس ده غدانا بتاع النهاردة يا بنات. طبعا انا ولا عندي مخلل ولا عندي طماطم اعمل السلطة، فانا استكفيت بالاكل كده والحمد لله. طبعا نعمة وفضل من عند ربنا يعني، الف حمد وشكر لربنا. وده كده غدانا النهارده. يا رب الفيديو بتاع النهارده ينول اعجابكم.